السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أخباركم وعلومكم شو مسوين؟ إن شاء الله طيبين. حسن شبير، فيديو جديد من قناتكم سوبرز، حساب تيك توك سوبرز للقهوة والتصوير. جينا لكم سلسلة جديدة إن شاء الله تعجبكم، وهي تجارب قهوة الظروف. وأول ظرف نبدأ فيه يا جماعة الخير كابتشينو. هذا هو جود داي كابتشينو. كاتبين وراء حط موية بحرارة 80 سلسلس. أنا غليت موية قبل شوي، حطها في الكوب بس نسيت الميزان كم ملي. 150 ملي، 150 ملي ما يقارب نص قارورة تقريبا الكوب ذا. قبل لا نجيبه من ورا فيه كاكاو للزينة مدري شوكولاتة، نفكه. اوكي ليتس جو. هذا الكوب تأكد انه نحط كامل. المرة الجاية ان شاء الله تكون احترافية اكثر، نجيب الميزان نسيت ما اجيبه. وللأسف فيها سكر. هذه الموية. اوكي قدامكم. I think كذا كفاية. ونخلط بالملعقة الرشافة. والله شكلها اسطوري، والله الريحة تفوز. هذا منظرها يا جماعة إذا تشوفون. اوكي ثواني بس نفك الشوكولاتة حق الزينة. كنت بحط على ذا الشكل قالك نزلت بشكل دائري في النهاية. هذا الكوب. ايوه طيب يا اخوان اعتذر لو علي معرق ولا شيء، اعتذر. انا قاعد اشتغل في المكيف طافي عشان هدوء يكون في الغرفة ويسودة. الان نجربها ونشوف تسوى قيمتها ولا لا. قيمتها كم؟ ريالين ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لذيذة، والله حلوة، والله حلوة. أنصحكم تجربون يا جماعة. وليس إعلان كما قلنا في السلسلة السابقة، ولا شيء إعلان عندي. أنا إلا مجرب للقهوة، وهذه جود داي كابتشينو بالسكر. أوكي. ونسيت ما أعلمكم نقطة محورية، لأنه فيها سكر وفيها حليب وفيها ما إلى ذلك من مكونات، ففيها سعرات حرارية يا إخوان. 110 سعرة حرارية، تعتبر شوية مرتفعة على مشروب قهوة. فعموما والله لذيذ. لا تنسون تشتركون، تحطون لايك، ضيفوني من الزايد اللي على اليسار هنا بيكون هنا، او ممكن يكون هنا في اليمين، والله ماني متاكد على حسب لغه جوالك. حط اضافه، حط لايك، شير المقطع لاصحابك. تبون تحشون حشوا. يلا سلام عليكم.